عمي، هو ده السرير اللي كان موجود في الفيديو؟ انا قلت لك المكان ده يخص عزوز، واكيد امك خافيه البت هنا. طب وبعدين ايه اللي حصل لها؟ ودوها فين؟ في الحفظ والسون يا حبيبي. توبه فين يا فايقه؟ عزوز، خد باسل واطلعوا بره، عايزه اتكلم مع راغب كلمتين. انا مش هتحرك من مكاني غير لما اعرف مراتي وابني فين. مرات مين؟ عمرها ما هتبقى مراتك، واللي في بطنها مش ابنك. ما تفوق بقى من الوهم اللي انت فيه. لا، هي مراتي وهو ابني. انت بس اللي مش عايزه تصدقي عشان انت بص على الموضوع من فوق. فوق ايه وتحت ايه؟ هي اللي اعترفت لي بعضمة لسانها، كانت عايزه تشيلك شيله مش شيلتك. يا ابني افهم، اكمل ولا اعمل ايه ولا اقول ايه؟ طلعوا بره يا اخي. تعالى معايا يا باشا، ست الناس عايزه مصلحتك. اوعى ايدك، ما تلمسنيش، انا مش هتحرك من هنا قلت لك. يا ابني انت غبي ما بتفهمش. طلعوا بره يا عزوز. ما حدش هيحركني من هنا، انا عايز اعرف هي فين. روح معاه. عمي بعد اذنك مش اسمع الكلام، سيبني معاها بس، ما تقلقش، اطلع. يلا روح، يلا. انت عارفه انا واقف ساكت ليه؟ عشان لو فعلا البت دي بتشتغله، انا اول واحد هقف في ظهره وهخلعه من القصه دي. بس لو اللي في بطنها طلع ابنه، انا هسيبه يعمل اللي هو عايزه وغصب عنك يا فايقه. انا مش فاهمه، هو انا كل ما امشي في طريق الاقيك طالع لي قدامي ايه؟ مش يمكن انت اللي ماشيه في سكه مش سكتك؟ الله، سكتي وانا حره فيها يا اخي. حاجه غريبه قوي، كل واحد يمشي في السكه اللي هو عايزها، وانا اللي بيجي قدام سكتي بمحيه من قدامي خالص. ما اتغيرتيش يا فايقه، الدنيا نفسها ما قدرتش تغير فيكي حاجه، طول عمرك بتاعت مصلحتك. لو النبي مصلحتي انا ولا مصلحتك انت؟ ده انت من ساعه ما جيت يا اخي وانت مش عايز تضيع فرصه واحده عشان تخلص فيها على اخوك نديم، واديك عملتها. بقول لك ايه، انا ماليش دعوه بكل المهاترات بتاعتكم، انتوا حرين في بعض. فلوس موسى ونديم هتبقى من حق باسل موسى الراعي، فاهم؟ فاحسن لك بقى امشي، ها امشي امشي، يلا يلا. فلوس هي فايقه اللي بتتكلمي عليها؟ واضح ان فلوس عيله الراعي عامله لك حاجه في نافوخك، لدرجه ان هي نسيتك احنا هنا بنعمل ايه. بص يا فايقه، احنا هنا عشان مشكله باسل ابن اخويا اللي هو المفروض ابنك. وخليني اقول لك نصيحه يمكن تنفعك في حياتك، الدنيا عمرها ما هتمشي على مزاجك طول الوقت. وده ليه؟ عشان راغب الراعي بقى موجود. يمي تصدق خفت وقلبي وقع في رجلي. لا، الدنيا هتمشي على مزاجي مش زي ما انت عايز. عارف ليه؟ عشان عارفه كويس قوي انت عايز ايه وتعمل ايه وجاي ليه. يلا بقى، سلام. Grazie mille, signore. All right. Thank you very much. Bye bye. وده الكلام. بركاتك بقى يا حاج، الموضوع ده حياة وموت بالنسبة لي. عامل ايه يا حبيبي؟ تمام يا موسى، احسن شويه. الحمد لله. انت كويس ولا ايه؟ كويس والله يا موسى. طيب تمام، بص ركز معايا بقى. الله، ما تقلقنيش عليه. ما قلت لك كويس يا موسى. طيب يا حبيبي، الراجل الايطالي موجود في مصر 48 ساعه، همتك بقى يا بطل. عايزين نخلص الديل ده اسرع ما يكون. ده صاحب توكيل عربيات الكهرباء مش كده؟ ايوه طبعا، امال ايه؟ خلي بالك، الديل ده لما ان شاء الله ننجح ان احنا نخلصه هيعمل لنا بروباجندا هايله. بروباجندا تنسي الراي العام اي كلام سلبي اتقال عننا الفتره اللي فاتت. اعتبره خلص يا موسى. بس خلي بالك من حاجه،
الديل ده احنا مش لوحدنا فيه. في عرض متقدم للراجل الايطالي ده من مين بقى؟ مين؟ من رؤوف الديناري. نديم، رؤوف الديناري ما ينفعش ياخد مننا الصفقه دي. الجون اللي هيجيبه فينا هيبقى ب3. عايزك تفضي دماغك من راغب تماما وما تركزش الا في الديل ده عشان خاطر اخوك يا حبيب اخوك. ما تقلقش يا موسى، الكل بيلعب ويتعشم وفي الاخر احنا اللي بنشيل الكاس. ما تقلقش. اتعشم. نديم بيه، اسفه على التاخير. سينيور كارلو نازل حالا. براحته خالص، مفيش مشكله. اتفضلي. ايه ده يا نديم بيه؟ دي هديه بسيطه، ساعه يا رب تعجبك، ومعاها كمان حته 17 برو ماكس اللون الهجرسي. نو بس ما بسش، مبروكين عليكي. بونجورنو. بونجورنو سينيور كارلو. نديم بيه. اهلا وسهلا. سيت بليز. نديم بيه، خلينا ندخل في الموضوع على طول، مش عايزين نأخرك أكتر من كده. طبعا احنا عارفين اسم المجموعة كبير قوي قوي وأكبر بكتير من شركة الديناري. اللي سمعتيه عننا حاجه واللي احنا نقدر نعمله حاجه تانية خالص. احنا ملوك السوق. بس هم مقدمين عرض ما يترفضش. دول هيبدأوا المشروع في 5 محافظات دفعة واحدة. عمولتك في الصفقه دي 5%. الجمله دي ليكي مش ليه، ترجمها في دماغك. حضرتك اللي بتقوله ده ما يصحش. أنا مش سمسارة، أنا بشتغل مع مستر كارلو بقالي 10 سنين. خلاص نخليهم 10%. العشرة غالية برضه. Cosa sta dicendo? نيانتي مستر كارلو دوبو. هو بيقول حاجة؟ لا هو بس سعيد إن هو هيتعاون معاكم. واحنا كمان سعداء. على فكرة صحيح، التليفون ضريبته مدفوعة. نعم؟ الضريبة عشان بعد 90 يوم ما يقفلش معاكي شبكة. منورين. صراحة أنا جاي أتكلم مع حضرتك في صفقة مهمة تخص الرعاية هولدنج. لو ما اتحركتش وبسرعة الصفقة دي هتروح. اتغيرت قوي يا تيتو. لا وواثق فيا كمان. احكي لي يا عبقري، ايه موضوع الصفقة دي؟ توكيل عربيات كهرباء إيطالي حصري. المنافس بتاعنا رؤوف الديناري